شوفوا معايا هذا الباكيت كيفاش كيجي محمر وبنين وبواحد الطريقه اللي هي سهله. غادي نصاوبوا اليوم هذا ميني باكيت اللي هو صحي غير بدقيق القمح الكامل، ما غنحتاجوا لا دقيق الفينو لا دقيق ابيض، فقط صاوبتو غير بدقيق القمح الكامل باش يجي صحي للناس اللي ما كيبغيوش الدقيق الابيض. اول حاجه غادي ناخذ واحد نص كيلو ديال دقيق القمح الكامل، غادي تحاولوا تغربلوه. واخا ديك النخاله انا فاش غربلتو ديك النخاله ديالو خليوها به، انا غير الا كانت شي خشه ولا شي حاجه اللي كنحيدها. من بعد كنضيفوا له الملحه الخميره الزيت صافي، وكنجمعوه بالماء. خاص الماء يكون دافي صافي، وكنجمعوا الخليط ديالنا. حاولوا تجمعوه وتضيفوا له الماء بشويه في الاول، ما كيبغيش يتجمع، ولكن كتبقاو تضيفوا له الماء بالتدريج وكتجمعوه وراه كيتجمع في الاخر. يعني نتوما كتعجنوا نتوما كتضيفوا الماء، يعني العجينه قداش ما دخلنا لها الماء كتجينا مفشفشه، حتى فاش كطيب كتجينا العجينه ديالنا ما كتجيناش مدقسه، كتجينا مجعبه. اما شي غير دقيق القمح الكامل، حتى الدقيق العادي العجينه ديما كيخصها الماء كما كتشوفوا دابا. راه في الاخر عطاني الطوع، يعني انا بقيت كندلك فيه وكندخل له الماء حتى عطاني الطوع. من بعد كنضيفوا له الزرارع، نتوما ضيفوا الزرارع اللي بغيتو، وجميع المقادير غادي تلقاوهم في الوصف. صافي غندخلوا هذوك الزرارع. من بعد ما دخلنا هذوك الزرارع غادي نجمعوا العجينه ديالنا، وغادي نديروا لها واحد المعلقه ديال الزيت، وغادي نخليوها تخمر. نتوما هنا الا وصلتوا لهذه المرحله فبغيت نطلب منكم الا عجبكم هذا الفيديو ما تنساوش تخليو لي واحد اشتراك وديروا لي واحد ابوني وتخليو لي واحد كومونتير زوين باش نتشجع وتدعموني باش نزيد نقدم واحد المحتوى اللي هو مزيان. صافي هنايا ملي خمرت العجينه ديالنا صافي كنديغازيوها وكنجمعوا العجينه ديالنا وكنديروا على سطح العمل. كنرشوا شويه ديال الدقيق، غير دقيق القمح الكامل صافي، وكنطلقوها بحال الا بغينا نطلقوا الطوست، يعني طلقوها نتوما بحال الا بغيتو تطلقوا الطوست صافي. وكنجمعوها كما كتشوفوا وكنقسموها على 5 الكويرات. نتوما قسموها علاش ما بغيتو، على حسب الحجم اللي بغيتو ديروا به الباكيت. انا الباكيت اللي بغيت بغيتو نديرو كبير شويه، قسمت العجينه ديالي على 5 ديال الكويرات. من بعد غادي نرشوا شويه ديال الدقيق وغادي نطلقوا هذوك الكويرات وغادي نقرصوا عليهم بحال هكا كما كتشوفوا. صافي غادي نقرصوا عليهم من الفوق وغادي نقادوهم بحال هكا كما كتشوفوا، غادي نديروهم يخمروا. يعني غير جربوهم راهم ساهلين، يعني ما كياخذوش بزاف ديال المقادير وساهلين في التحضير، ودغيا كيخمروا. هذا راه ماشي بحال الدقيق الاخر، دغيا كيخمر وكتاكلهم انت مرتاح، يعني فيهم جميع المكونات ما محيده لهم لا نخاله لا والو، يعني وصحيين. هنا فاش كملت الكريسات ديالي درت لهم الماء وكنديروا لهم الزرارع. نتوما ديروا لهم الزرارع اللي بغيتو، يعني جميع المقادير غتلقاوهم في الوصف كما قلت لكم قبل. صافي غادي ديروهم بحال هكا كما كتشوفوا، غادي دهنوهم بالماء وغادي ديروا لهم الزرارع، وغتشدوا مثلا موس الا عندكم ماضي ولا شي جيليط بحال هكا شي شفره صافي، وغادي تدوزوا عليهم. ديروا لهم نتوما الشكل اللي بغيتو. انا درت لكل وحده 3 ديال الشريطات، يعني غتشرطوهم كما كتشوفوا. هنايا غادي ندخلهم للفران، الفران يكون سخون، ما تفوتوا لهمش نص ساعه. صافي ملي كيطيبوا الفوق كتهبطوهم لتحت غير يحمروا صافي، وكتخرجوهم كيجيون على هذا الشكل محمرين. ما تخيلوش على بنا فيهم، انا مع طيبتهم كليت وحده، يعني واحد البنه فيهم يا سلام. غيكون الفيديو ديالنا سهله، ما تنساوش تشاركوا في القناه وتخليوا لي واحد كومونتير زوين وديروا لي واحد جيم وتبارطاجيو الفيديو مع الناس اللي كيعجبهم الوصفات الصحيه. وبالصحه والراحه.